أهالي حلب مهروا بوعيهم إفلاس المحرضين وأثبتوا مجددا حبهم لوطنهم والتفافهم حول سوريا، وهم يعيشون حياتهم. فحلب مدينة وريفا عصية على المؤامرة، صامدة في وجه عاتيات الإشاعات. تعددت أسماء الجمع والتحريض واحد، من جمعة العشائر للكرامة لحماة الديار، إلى ما تفتقت ذهنيتهم وخيالهم عن تسمية جمعة بركان حلب بدعوات عبر مشرق القنوات ومغربها. أهل حلب يعني أثبتوا عبر تاريخهم أنه هن أهل النضال، أهل الوعي، وعرفانين المؤامرة وبعد هي المؤامرة، فكلام مردود عليهم كما ردت عليهم جمعة العشائر، كما ردت عليهم جمعة صالح العلي، كما ردت غيرها من الجمع. منقول لدول الأوروبية ولا أمريكا لا تفكري بهذه الأمور. هي الشعب السوري واعي. شعب حلب شعب وفي كلها مع الدكتور بشار حافظ الأسد. حلب التي سجلت موقفها الراسخ خلال هذه الأزمة وقالت كلمتها المؤيدة للأمن والاستقرار، نابذة الفتنة ورافضة أي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية. هذول المخربين اللي عم بيقتلوا كل يوم أخوتنا الجيش، هذول هن حامينا، هن حامين عرضنا، حامين الأرض، حامين الوطن. نحن نتعامل بشفافية ونقول للقنوات الغربية والأجنبية وكلها أنتم مغرضين، أنتم كذابين، أنتم فاسقين. الله يرحم الشهداء الأبرار، أكيد شهداء الجيش العربي السوري، ونحن ما بنخاف من حدا، وبنقول للقنوات المغرضة مثل الجزيرة وغيرها إنه هن ما رح يأثروا علينا بذرة، لأن هدول قنوات كذب. بالتالي يعني أهالي حلب لم يأبهوا لهذه التسمية المثيرة حتى لو كانت بركانا أو زلزالا وحتى تسونامي. هكذا يرد أهالي حلب على كل من يستفز مشاعرهم ومواقفهم الوطنية ويعكر صفو حياتهم اليومية. لأخبار تلفزيون الدنيا، على أرستوم، ريف حلب. أهالي مدينة حلب الأوفياء المخلصين الذين وقفوا سدا منيعا في وجه